يا مساء الخير عليكم. النهاردة جايين نتعرف على المواصلات الداخلية والخارجية في مرسى مطروح، عشان نعرف ازاي نسافر وازاي نيجي وازاي نتحرك جوه البلد. تعالوا بينا نتعرف على اهم مواصلات في مطروح. كده احنا اول حاجة هنبدأ بيها الموقف اللي هو السوبر جيت، موجود في بداية المحافظة، اول دخلة المحافظة بعد البوابات على طول، يعني يعتبر في كيلو 2 بالظبط تحديدا في مرسى مطروح. قدامنا كده محطة السوبر جيت. طبعا اسعار السوبر جيت من القاهرة او الى القاهرة ب175، ومن والى الاسكندرية عاملة التذكرة 100 جنيه. كده عرفنا القاهرة ب175 جنيه، الاسكندرية ب100 جنيه. ودي شكل الباصات بتاعتها، وطبعا الكل عارفها يعني شكلها ايه. بتبقى موجودة قلنا فين؟ في الكيلو 2، يعتبر بعد الكيلو 7 وكيلو 4 من دخلة البوابات. تمام، دي كده هنطلع من البلد عادي جدا، نسيب الشارع اسكندرية ونطلع على الكيلو 2 فوق، هنلاقي المكان ده فيه الموقف. خلاص كده ده بالنسبة للسوبر جيت. ندخل بقى على غرب الدلتا، جنبها على طول في نفس المكان وفي نفس المنطقة، ما بعدناش بعيد. برضو متاح عندك غرب الدلتا، اتوبيسات شركة غرب الدلتا في نفس برضو المحطة، جنبها الشبابيك بتاعتها، شبابيك التذاكر بتاعتها جنبها على طول. التذكرة بتاعتها طبعا احنا هنعرف دلوقتي واقول لكم اهو. بالنسبة للعربيات القاهرة عاملة 150 جنيه، بالنسبة للإسكندرية برضو عاملة 85 جنيه. دي باصات غرب الدلتا زي ما احنا شايفين كده اهو. دي أشكال الباصات بتاعتهم، بصراحة يعني الباصات نظيفة وحلوة. لو سوبر جيت أو غرب الدلتا كلهم مواصلات بصراحة جميلة ونظيفة، مكيفة، الركوبة فيها حلوة جدا ومريحة. وزي ما احنا هنحب احنا كده برضو عرفنا وتعرفنا على السوبر جيت وعلى غرب الدلتا، تمام، في نفس المكان وفي نفس المنطقة، بعد منها او جنبها على طول في نفس المنطقة. مش هنروح بعيد، للي حابب يغير او يختلف او على حسب الميزانية بتتغير من مكان لمكان او من نوع ركوبة لركوبة، فانت على حسب ظروفك مفيش مشكلة تركب زي ما انت عايز. جنبهم برضو المواصلة الثالثة، عربيات مكيفة زي ما احنا شايفين كده، عربيات مكيفة بتروح برضو للإسكندرية وبتروح برضو للقاهرة، وبتيجي من اسكندرية وبتيجي من القاهرة. ليها هناك برضو في القاهرة في مشعل واسكندرية الموقف الجديد اللي هو موقف محرم بيه، وبتيجي لمطروح هنا، وفي نفس المكان بتطلع من مطروح لنفس المكان هنا. وكمان في من عبود اللي هو في القاهرة، في كمان من عبود بيجي برضو القاهرة. تمام، بالنسبة للسعر العربيات اللي رايحة القاهرة زي اللي احنا شايفينها ديت بتبقى عاملة 110 مكيف، المكيف بيبقى عامل 110. تمام، بالنسبة للاسكندرية عاملة 62 جنيه 62 جنيه لغاية اسكندرية رايح جاي. تمام، يعني رايح او جاي ب62. القاهرة رايح او جاي 110 مكيف. تمام، ده بالنسبة للعربيات اللي احنا شايفينها كده. الثلاث مواصلات يعتبر في نفس المنطقة وفي نفس المكان. ننتقل بقى كده على محطة القطر. محطة القطر مكانها فين؟ مكانها في أول ما بننزل من الموقف على يمين الشارع على طول. حلو، ده بالنسبة اللي هو مثلا نازل من الكيلو 2، والمنطقة بتاعتها اسمها شارع المحطة، معروف في مطروح باسمه شارع المحطة. وزي ما احنا شايفينه كده دي مبنى محطة القطر. هجيب لكم برضو جايبه لكم الاسعار بتاعتها كلها، الى اسكندرية، القاهرة، لطنطا، لبنها، كلها جايبها لكم وهقول لكم عليها، هنوه لكم عليها دلوقتي كلها. المكان بالظبط محطة القطر فين. لو انا مثلا ماشي من شارع اسكندرية او من وسط البلد، هدي ظهري مثلا للبحر وامشي عكس اتجاه البحر، هلاقيها في الوش كده على طول قصاد بالظبط. معروف هناك مجلس المدينة، معروف مجلس المدينة في مرسى مطروح فين. هو القطر موجود جنبه بالظبط زي ما احنا شايفين اهو كده. يعتبر انا وشي كده بالظبط للبحر، لو مشيت على طول كده لاخره الشارع هلاقي البحر.
وهو مجلس المدينة اللي انا بقولكوا عليه دوت، وجنب منه مستشفى اطفال ومستشفى النساء، جنب منه برضو اللي هو مركز تطعيمات والصحة للاطفال. زي ما احنا شايفين انا كده بصور لكم يعتبر ظهري للمحطة، وانا جايبه لكم الشارع اللي ممكن ندخل منه للمحطة بتاعة القطر. خلاص كده ده شكل المحطة يعتبر كله كده من بره. معلش مش هقدر اصور من جوه طبعا عشان ممنوع، فانا حبيت انوه لكم واجيب لكم ايه المكان ده. لو احنا شايفين الشارع اللي احنا شايفينه دوت اللي هو اخره كده، ده اللي هو بيطلع على الكيلو 7 والكيلو 4 او الموقف اللي هو الكيلو 2 محطة الاتوبيس، والمكان اللي هو ايه كنا فيه من شوية. خلاص كده تمام، استوعبنا المكان يكون فين. تعالوا بقى يلا بينا نشوف الاسعار بتاعة القطر ايه. بالنسبة للأسعار بتاعة القطر، اسكندرية طبعا العادي 28، والمكيف تالتة روسي ب115، والتانية مكيف أسباني 95، وكابينة قطر النوم عاملة 200 جنيه. وبالنسبة للقاهرة الساعة 8 إلا تلت الصبح تالتة محسن ب40 جنيه، الساعة 4:15 العصر تالتة مكيف روسي القاهرة 150. أما بالنسبة لقطر النوم 200 جنيه، والأولى فيه ب150 والتانية فيه ب125 جنيه. كل ده اللي هو القاهرة. نيجي بقى بالنسبة لطنطا، عاملة العادي ب34 جنيه، الروسي 135 جنيه، النوم ب200 جنيه برضو، والأولى فيه ب140 والتانية ب110 جنيه. في ملحوظة كمان عايزة أقولها، قطر 4:15 بيقف في بنها ودمنهور، يبقى كده شمل أغلب المحافظة اللي هو طالع بيها لغاية القاهرة. بنها ب140 ودمنهور ب130 جنيه. أتمنى أكون فدتكم وجمعت لكم أغلب ومعظم أسعار القطر اللي رايحة القاهرة ورايحة اسكندرية ورايحة المحافظات اللي هي ما بين القاهرة واسكندرية ومطروح. يلا بينا نشوف مكان تاني وموقف تاني اللي هو موقف علم الروم. زي ما احنا شايفين كده نزلنا بقى من القطر، يعتبر بالظبط دينا ظهرنا للقطر ونزلنا هيقابلنا موقف علم الروم اللي احنا شايفينه دلوقتي دوت. الشارع ده كده يعتبر ده شارع علم الروم الرئيسي، واللي بيبقى موجود فيه الموقف اللي هو بيوصل لمينا الحشيش، بيوصل للرميلة، بيوصل لمنطقة علم الروم ذات نفسها. مكانه فين؟ بيعتبر جنب سوبر ماركت معروف ومشهور هناك اسمه الوالي، جنب كبدة عرابي اللي احنا شايفينها على شمالنا هنا اهي دلوقتي. المكان ده معروف جدا هناك، موقف علم الروم مشهور طبعا. التعريفة فيه او المواصلة فيه بكام؟ بعلم الروم بس ب2 جنيه ونص، لغاية مينا الحشيش والرميلة وكده 3 جنيه ونص. ده بالنسبة لمواصلة علم الروم من وإلى الموقف. تمام، يعني ممكن تاخد المواصلة من هنا وتطلع على البحر عادي ب3 جنيه ونص، تروح اي شاطئ اللي انت عايزه من ناحية اللي هي ايه اللي هو في علم الروم ذات نفسه، الرميلة، مينا الحشيش، اي مكان يعني انت عايز تروحه اللي هو ايه شرق البلد. تمام كده، ده بالنسبة لموقف علم الروم زي ما احنا شايفينه كده. دي عربياته ودي المكان اللي هو بيبقى موجود فيه ومتواجد فيه. زي ما قلت لكم بنبقى من ناحية القطر بيبقى بندي ظهرنا للقطر وبنروح عليه. من ناحية شارع اسكندرية بدخل يمين هنا زي ما احنا شايفين دي صيدلية مراد، دايما بناخد من عندها المواصلات اللي رايحة الكيلو 7 والكيلو 4، او اللي رايحة برضو الكيلو 2 اللي عند موقف الاتوبيسات، او عند السوبر جيت، او عند اللي هو العربيات اللي بتسافر بينا الاسكندرية والقاهرة بناخد منها هناك. هنا كده في مواصلة كمان اللي هي مشروع المحافظة عاملاه، الاتوبيسات الحمراء دي مشهورة في مطروح. دي بتوصل لفين؟ اقول لكم بقى انا. هنا بتوصل دي لعجيبة، بتوصل لمنطقة القصر، بتوصل للأبيض، بتوصل للغرام، كمان بتروح يعني يعتبر بتروح ناحية أم الرخم. المواصلة فيها بكام؟ لغاية عجيبة بتودي ب10 جنيه، بتودي للأبيض ب7 جنيه، القصر ب5 جنيه. تمام، لو حابب تروح الغرام برضو ب5 جنيه، بس للأسف مش بتدخل جوه الشاطئ بقى جوه عند الغرام. تمام، يعني بتوصلنا دي المواصلات الداخلية لغاية ايه أقرب شاطئ ليه، زمردة بقى والحتت دي اللي هو الأبيض وزمردة وكلام من ده. المروة بتوصلنا كده ب7 جنيه.
حلو. ده بالنسبه للاتوبيسات اللي هي تابع للمحافظه. حلو كده. دي بالنسبه بقى ايه الموقف بتاع اللي هو بيودي نفس المنطقه بنفس التعريفه بنفس السعر جنبها على طول، يعني الاتوبيس وهو جنبهم بالظبط العربيات اللي احنا شايفينها دي كده بالظبط. يعني هي الاتوبيسات حاليا انا واقفه كده والاتوبيسات حاليا في ظهري. حلو. دي العربيات برضو بتودي للأبيض، بتودي العجيبه، بتودي القصر، بتودي لشاطئ الغرام، بتودي لأم الرخم، بتودي كمان للزمردة، للشاطئ المروة، جميع الشواطئ اللي هي غرب بتوديها العربيات دي. برضو نفس الأسعار، العجيبة ب10 جنيه، الأبيض ب7 جنيه، القصر والغرام ب5 جنيه. كله بيودي بنفس الطريقة زي ما احنا شايفينها. مكانها فين؟ قصاد بالظبط المكان ده، الموقف ده عموما قصاد بالظبط البنك الأهلي. اسأل على البنك الأهلي فين، هيقولك العربيات اهي جنبها، والموقف هتشوف العربيات والاتوبيسات الحمراء معروفة ومشهورة في المكان ده. تمام كده. هنا كده بقى دوت موقف صغنون كده اللي بيودي، اللي ده بيخدم اهل البلد وجوه داخل البلد، بيودي منطقه اسمها منطقه الريفيه ومنطقه جمال عبد الناصر للي ساكنين هناك او محدود الدخل. اللي برضو بيودي سوق ليبيا عشان لو حابين نروح سوق ليبيا. طبعا دي المواصله دي اللي احنا شايفينها ب2 جنيه ونص في كل حته بيودي لهناك. قلنا محدود الدخل، قلنا الريفيه، قلنا جمال عبد الناصر كمان. والاهم طبعا مشهور بالنسبه للمصيفين اللي بيحبوا يسالوا عليه اللي هو سوق ليبيا. المنطقه العربيات دي زي ما احنا شايفينها هو برضو جنب بالظبط نفس الموقف اللي فات، يعتبر جنب برضو البنك الاهلي. والعربيات بتطلع من هناك على طول ب2 جنيه ونص المواصله لغايه سوق ليبيا. بكده اكون جمعت لكم جميع المواصلات اللي هي الداخليه والخارجيه لمحافظه مطروح، اللي بتخدم داخل البلد واللي بتخدم خارج البلد. يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم، واكون قدرت جمعت لكم جميع المواصلات الداخليه والخارجيه لمطروح. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما ننساش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، والكل يستفيد من جميع المعلومات عن مرسى مطروح ومصايف مطروح، وكل ما هو يفيد البلد وكل ما هو يفيد الناس في خارج البلد عايزين يعرفوا كل حاجة كبيرة وصغيرة عن مطروح. طبعا لو حابين تعرفوا اي حاجة تانية اكتبوا لي في كومنتات وانا اجيبها لكم، واشوفكم في فيديو جديد قريب بإذن الله. باي باي.